السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة إسلام محمد. النهاردة هنتعلم حاجة مهمة جدا في لعبة بيس موبايل، ألا وهي ربط البيانات بكونامي اي دي او بجوجل بلاي. انت لو ما شفتش الفيديو اللي فات انصحك تروح تشوفه، ازاي تعمل ايميل حساب جوجل على الموبايل بتاعك. هو ده اللي هنحتاجه في ربط البيانات في كونامي اي دي. احنا عشان نعمل ربط بيانات، اولا مميزاتها عد معايا. اول حاجة ان انت هتكسب فينيسيوس جونيور 101. لو عملت في فترة ال40 يوم اللي قاعدة دي هتكسب فينيسيوس جونيور 101 اول حاجة. وبعد كده 100,000 عملة جي بي. عملة جي بي اللي هي من فوق على الشمال كده، اللي هي العملة البنفسجية اسمها جي بي. وبعد كده هتكسب ايه تاني؟ طبعا ده غير المزايا التانية اللي هي ايه كالتالي. انت لو مثلا اللعبة اتحذفت من على موبايلك وعايز ترجع بنفس الحساب اللي كنت بتلعب بيه، او ان مثلا الموبايل انت هتغيره هتلعب بموبايل تاني، تمام، او ان مثلا في تحديث هينزل جديد، يعني مثلا 2026 2027 كده، دي عشان اللعبة ما يتحذفش حسابك انت وتتفاجأ مرة واحدة ان حسابك مش موجود في اللعبة وهتبدأ اللعبة من اول وجديد. لكن لما انت بتسجل بكونامي اي دي انت بتبقى موجود في اللعبة انت، بس لو انت لو عملت بجوجل بلاي هتشتغل تمام ومية مية. لكن انا بفضل كتير قوي كونامي اي دي، وبحس ان يعني كونامي اي دي فيها سلاسة اكتر وفيها راحة عن جوجل بلاي. تمام، احنا اهم حاجة ان احنا نعمل حساب جيميل، نبقى عارفين العنوان بتاعه، حافظين العنوان بتاعه، وحافظين كلمة المرور بتاعته، لان دي اللي ينطبق عليها كل حاجة. كل ما تشتري لاعب او تعمل اي تبديل تحتاج كلمة المرور والعنوان البريد الالكتروني بتاعك. طبعا انا لسه فاتح حساب جديد، يعني ده مش الحساب الاصلي بتاعي، ده حساب جديد. ده اول ما بتفتح اللعبة هتكسب ان شاء الله 5000 العملة البامبي، اللي هي تشتري بيها اللعيبة اللي هم فينيسيوس جونيور واللاعب التاني ده اللي معرفوش اسمه، ده سيبك منه، لاعب تعبان اصلا. خلينا في فينيسيوس جونيور اللي بيوصل 101. طبعا هو بيلعب جناح حر، تمام، وطاقاته كويسة جدا بالنسبة للاعب بالعملة بامبي اللي هي عملة عادية، تمام. واحنا لسه هنطوره. احنا دلوقتي هنسمي الله وهنبدأ. هندوس على اضافات، وبعد كده الدعم، وبعد كده ربط البيانات. هيجيب لي يمكنك ربط بيانات الحفظ الحالية الخاصة بك، تتمكن من الاستمرار في اللعبة على ذلك الحساب حتى إذا بدلت الأجهزة لاحقا عن طريق ربط بياناتك. يعني هو بيقول لك حاجة واحدة مفيدة في كل اللي فاتت اللي أنا شرحتها سابقا. هندوس أوكي، تمام، وهندوس الربط بكونامي اي دي. انا بفضل ان انت تربط بكونامي اي دي. عايز تربط بجوجل بلاي، انا الصراحه ما جربتش، لكن انا في الحساب ده والحساب اللي فات انا عملتهم بكونامي اي دي. احنا هنعمل كونامي اي دي، هندوس عليها. هيطلب مني ان انا افتح الموقع الرسمي لكونامي على ان هتخش على جوجل شارك. اول ما يدخلك الموقع ممكن تترجم اللغة العربية. ارجع التأكد مما يلي قبل المتابعة. تحذير: بمعرف كونامي لا يمكن ربط البيانات اللعبة. المهم انت سيبك من كل ده، دوس يتبع، وبعد كده تسجيل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور كمستخدم جديد. تمام، انت لو مستخدم جديد في اللعبة هتدوس على المستخدمين الذين سجلوا عنوانهم البريد الإلكتروني آخر كونامي في التطبيق. تمام، لو دوست عليها زي كده هيطلب منك العنوان البريد الإلكتروني، تمام، أو المعرف كونامي، المعرف بتاع كونامي وكلمة المرور. طبعا أنا هفهمكم بعدين إيه هو المعرف بتاع كونامي وهنشوف كلنا مع بعض. احنا خلينا دلوقتي في تسجيل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور كمستخدم جديد. أول ما هندوس عليها كده معايا يا جدعان، شايفين الخانة من على اليمين؟ اللي من على اليمين دي الشهر، والخانة اللي من على الشمال دي اليوم، والخانة اللي في النص دي السنة. هي دي خطأ بس معلش يعني. بص احنا ده اليوم، احنا اليومنا اولا دي هنكتب 2009 شهر 1
وهنكتب يوم 15. تمام. هيقول لي عنوان البريد الالكتروني، هكتب له عنوان البريد الالكتروني. انا عنوان البريد الالكتروني اللي كنت مسجله سابقا، يعني شرطا لازم تبقى عنوان البريد الالكتروني مش ما ينفعش تسجل بيه حسابيا. تمام. احنا 26 كتبتها 5. تمام. هو بعتلي الطلب كده، ندوس إعادة محاولة. بس كده تمام. بس كده تمام حضراتكم. احنا هندوس على كونيمي الرسالة اللي اتبعتت لنا دي، وهناخد الست ارقام اللي من هنا. ممكن تترجمها للغة العربية. تمام. هيقول لك شكرا لك على استخدام معرف يرجو تأكيد رمز التأكيد بتاعك 860453. 8 6 0 4. استنى كده عشان انا نسيت. 453. 453. وبعد كده هتضغط التالي. طبعا هو هيطلب منك ان انت توافق على بعض الشروط والسياسات. تمام. هتدوس على علامة الصح من هنا وتدوس اقبل. بس كده حضراتكم انتوا كده ربطتوا الحساب بتاعكم بكونامي اي دي. ان شاء الله احنا هنجرب دلوقتي هنشوف اتربط ولا لا. وهنوريكم مع حضراتكم الآن عملية الشراء بتتم ازاي. ايوه صح حضراتكم، العلامة اللي من تحت مكتوب على معرف الاستخدام، اكيد هي ظاهرة في الشاشة دلوقتي. ده رقم المعرف بتاعك، ده اللي انت بتكتبه، وبعد كده تكتب معاه الرمز بدل العنوان البريد الالكتروني. بس انت لازم تبقى حافظ برضو البريد الالكتروني. تمام. هو انا المفروض ان انا سجلت كده، وجينا عند الاضافات، بعد كده الدعم، بعد كده ربط البيانات، وهيقول لي تم ربط البيانات لنقل بياناتك المربوطة لجهاز جديد. انقر على أيقونة القامة في الشاشة الرئيسية واختار نقل البيانات. طبعا لو انت عايزين فيديو كامل مفصل ازاي انقل البيانات للتطبيق لموبايل تاني، ان شاء الله هعمل لكم فيديو. هندوس اوك. تمام. هندوس العودة. دلوقتي انا هوريكم ازاي تشتروا لعيبة بعد ربط البيانات. هتجيبوا المتجر، وبعد كده من نقاط استبدال اي فوتبول اسمها نقاط دوس استبدال. هيدخل ايه ده؟ ايوه حضراتكم، بصوا هو اول عملية ما بينكم وبين الشركة للاستيراد لتبديل العملات هيطلب منك كلمة المرور. ركز معايا في الحتة دي. هتكتب كلمة المسجل، وبعد كده تختار. شايف يرجو تحديد جميع مربعاتها تحتوي على هذه الشخصية. هنحدد المربع ده وده وده عشان دي حركة، يعني عشان تتأكد ان انت مش ذكاء اصطناعي. وبعد كده هيقول لك رمز التحقق المكون من 6 ارقام اتبعت لك دلوقتي برضو على الجيميل. دي خاصية التحقق بخطوتين. تمام. انت لازم تتأكد ان التخطي المصادق الثنائي على هذا الجهاز من المرة القادمة صلاح لمدة 180 يوم من تاريخ التسجيل الدخول الاخير مفعل. ليه؟ لان ده هيخليك يديك ميزة ان 180 يوم تفضل شغال على الحساب من غير ما تعمل التحقق بخطوتين، تخش على طول. لكن بعد 180 يوم هتضطر ان انت برضو تدخل عنوان البريد الالكتروني وندخل الرمز. بس هو في الحالة دي يطلب الرمز وهيطلب منك الرسالة اللي هتوصل على التليفون. طبعا احنا حضراتكم هنجيب الجيميل، تطبيق الجيميل لازم يبقى عندك، وهنعمل اعادة تحميل. هيروح دلوقتي هو بعتلك الرمز التحقق 524122. 524122. 524122. استنى حضراتكم نتأكد. 524122. تمام. هندوس التالي على الصفحة كده. ادي فينيسيوس جونيور، وهتفضل تنزل 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 لحد ما يقولك اكسنت
هتدوس على الامر ده وهتدوس تاني عشان تتأكد، وبكده انت وصل لك فينيسيوس جونيور في حسابك. هتلاقي 800 بس عملة بس، بعد كده 5800. فانا كده اشتريت فينيسيوس. كل اللي عليا ان انا اطلع اخش اللعبة كده. تمام. لو انت دخلت ولقيت فينيسيوس زي ما هو كده متقلقش، دوس على علامة البيت اللي من فوق، روح مراجعك لورا هيقولك تم إضافة البريد الإلكتروني فينيسيوس جونيور استبدالا من نقاط إي فوتبول. تخش الخطة، هتجيب اللعيبة الأمامية برد، هتلاقي فينيسيوس جونيور مستنيك، حطه هنا. وبعد كده اعمل تدريب على المستوى. طبعا هو محتاج أكتر من كده، بس احنا عادي هنديله شوية حلوين دولت كفوا يعشوه. تمام. هو انا اقدر اطلع حضراتكم واوريكم فينيسيوس جونيور بيوصل 100 في الحساب التاني، عشان انا ده مدرب على الله. تمام. بس المهم ان انتوا فهمتوا الصيغة، ان انتوا عرفتوا ازاي تجيبوا فينيسيوس جونيور، وعرفتوا ازاي تربطوا حسابكم. ويفضل ان انتوا تربطوا بكونامي اي دي. ولو انت مش عارف تعمل حساب جيميل، ارجع للفيديو اللي ورا اللي انا عامله، هتلاقيني بفسر ازاي تعمل حساب جيميل عشان تربطه بكونامي اي دي. وكده حضراتكم تبقى خلصت حلقتنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.